السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بروفيسورة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. كيف يمكنني مساعدتك؟ أنا صحفي من قناة الحزيرة، أريد عمل حوار صحفي معك حول الذكاء الاصطناعي. بالطبع، سأكون سعيدة بالإجابة على أسئلتك حول الذكاء الاصطناعي في حوار صحفي. يمكننا تحديد موعد ووقت مناسبين لإجراء الحوار. هل يمكنك أن تعطيني متى ظهر الذكاء الاصطناعي؟ ظهرت فكرة الذكاء الاصطناعي في الأربعينيات من القرن الماضي، ولكن تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل التقدم الهائل في تقنيات الحسبة والشبكات العصبية والتعلم الآلي. دائما ما نسمع بالشبكات العصبية والتعلم الآلي، ما الفرق بينهم؟ الشبكات العصبية هي نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي عملية العصبونات في الدماغ البشري، وتستخدم لتعلم الآلة وتحليل البيانات. أما التعلم الآلي فهو مجموعة من التقنيات التي تسمح للآلة بتعلم الأنماط والمعلومات من البيانات المتاحة لها، وتستخدم في العديد من التطبيقات مثل التعرف على الصوت والصور والترجمة الآلية والتحليل اللغوي. ممتاز، ما اسمك أيتها الأخت؟ اسمي بيثونستا. أنا بروفيسورة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. هذا جيد. عندما أريد تعلم الذكاء الاصطناعي بماذا أبدأ؟ عندما تريد تعلم الذكاء الاصطناعي، يمكنك البدء بتعلم الأساسيات في البرمجة والرياضيات، حيث تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الرياضيات والإحصاءات. بعد ذلك، يمكنك البدء في تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والشبكات العصبية والتعلم العميق وغيرها. يمكنك الاستفادة من العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت مثل الكورسات والمقالات والفيديوهات التعليمية. جيد. لو أردنا أن نعلم الناس على الذكاء الاصطناعي، ما اللغة المتاحة أو السهلة التي يجب علينا تعلمها؟ يمكن استخدام العديد من اللغات البرمجية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن اللغة الأكثر استخداماً وشيوعاً في هذا المجال هي بايثون، لأن بايثون تتميز بسهولة التعلم والاستخدام وتوفر العديد من المكتبات والأدوات المفيدة لتطوير تطبيقات.
الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام لغات أخرى مثل R وجافا وC++ وغيرها، ولكنها تتطلب مستوى أعلى من الخبرة والمعرفة في البرمجة. شكرا بايثونيستا، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا لك أيضا، سعدت بالإجابة على أسئلتك. نلتقي في الحلقة القادمة.